وعليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، وعظم الله لكم الأجر ونحن نعيش استشهاد الإمام الحسين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين ومسيرة الأربعين وشهادة ابنته المظلومة السيدة فاطمة بنت الحسين رقية عليه السلام. هذا اليوم هو شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن هذه الشخصية الفذة، الشخصية العظيمة التي لا يمكن لي أنا ولا حتى الذين لديهم أكثر مني اطلاعا وعلما أن يحيطوا بكل جوانب حياة الإمام الحسن. وما هو الإمام الحسن؟ ولماذا قام بهذه الأفعال ورفض تلك الأفعال وقال هذا الكلام ولم يقل ذلك الكلام؟ لأنه إمام معصوم، وهذا المعصوم لديه علم يختلف عن الإنسان العادي، علم لدني، علم نبوي، علم سماوي أخذه عن النبي. مقصود علم النبوي ليس نبيا ولكن هو يأخذ من النبي، هو خليفة النبي، ولد سيد. الرسول قال عنه ولد سيد، سيد الدنيا والآخرة، وكذلك أبيه عليه السلام سيد الدنيا والآخرة، وأخيه وأمه والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الإمام وقع عليه من الظلم في تاريخه في حياته كما وقع على جميع آل البيت، لكن الإمام الحسن صلوات الله عليه هو واجه الظلم بطريقة أيضا اختيارية. هو واجه الظلم، هو ضحى بنفسه وبتاريخه وبكل شيء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإفشال خطط آل أمية. هو من تبعهم لليوم. وإلا الهدنة التي يقال عنها صلح هي لأجل أن هذه الهدنة لأجل إفشال خطط آل أمية. آل أمية جعلوا الأئمة، جعلوا الصفوة الصالحة، جعلوا آل البيت بين أمرين لا ثالث لهما: أما الموت، وهو هذا غايتهم حتى يقضوا على الشخص الذي هو الرسالة القرآن، وكذلك يقضوا على المبلغ حتى تنتهي رسالة محمد، لأن الرسالة لا بد لها من قيم، لا بد لها من مبلغ، لا بد لها من مفسر. وآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم مفسرين، هم الثقل الثاني، العدل الثاني للقرآن. القرآن فإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. العترة هي في قبال القرآن، هي هي المترجمة، هي المفسرة، هي الموصلة لنا القرآن. فأرادوا القضاء أولا على من؟ قضاء على آل البيت، لأنهم الرسالة تنتهي بالقضاء على هذه العترة، ثم يشوه أو يغير أو يحرف كل شيء ممكن يحرفه. نعم الله حافظ القرآن ولا يمكن أن لكن تأويلات، تفسيرات، يبقى قرآن في الرفوف يفسره أتباع السلطة الحاكمة، أتباع السلطة، وما زالوا إلى الآن يفسرون ويضعون روايات تناسب قياس وأفكار وأعمال الحاكم. لكن الإمام الحسن أفشل هذا المخطط بهذه الهدنة. ولكن هذه الهدنة التي هي مقدمة لثورة الإصلاح الكبرى الأخرى، ثورة الإصلاح الصامتة أو ثورة الهدنة التي قام بها الإمام الحسن، هي مقدمة لثورة الإصلاح الكبرى التي سيقوم بها الإمام الحسين. والإمام الحسن كان يعلم بذلك بآخر لحظة عندما وضع رأسه وهو يلفظ كبده في طشت، وضع رأسه في حجر أبي عبد الله الإمام الحسين،
بكى الإمام الحسن، قال تضع رأسي في حجرك، ومن الذي يضع رأسك في حجره في يوم في أيام عاشوراء في كربلاء، يعني وصف المعركة التي والشيء الذي سيقع على الإمام الحسين. بالنتيجة الإمام الحسن كان يعلم بذلك، ولو كان الحسن في مكان الحسين لفعل نفس ما فعل الحسين، ولو كان الحسن كذلك في مكان الإمام الحسن لفعل ما فعل الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن صلوات الله عليه والد الأئمة، يعني جد الأئمة. لعل بعضهم يسأل، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جد الأئمة، الأئمة من ذريته كما هم من ذرية الإمام الحسين عليه السلام. لعله يسأل أحد، إن أغلب ما يذكر سابقا إن الإمام العسكري عليه السلام سمي على اسم عمه الأكبر الإمام الحسن. الإمام الحسن جد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كل الأئمة إلى الإمام الباقر كلهم أحفاد من ذرية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من ابنته فاطمة، وكذلك ذرية الإمام الحسين من ولده الإمام زين العابدين، من الباقر ابن الإمام السجاد وابن العلوية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن. إذن هذه الذرية من الإمامين. وكذلك رسول الله أبو الأئمة من ناحية فاطمة الزهراء، والحسن أبو الأئمة من ناحية فاطمة بنت الإمام الحسن. لكن هؤلاء أرادوا تشويه صورة هذا الإمام لعدم قدرتهم على تشويه صورة أمير المؤمنين، وإن كانوا حاولوا وأرادوا، لكن أمير المؤمنين من خلال مواقفه، من خلال أن أصبح خليفة للمسلمين، لا يمكن الأحاديث الكثيرة عن أمير المؤمنين، لكن أيضا هم هذه الأقوال والأفعال والتشويه وقع على الأمير المؤمنين وكذلك على الإمام الحسن. لكن الإمام الحسن الذي يختلف فيه عن باقي الأئمة إن حتى الشيعة نوعا ما يعني ظلموه، لم يذكروا تاريخه، لم يقوموا بأفعال تناسب ما فعله الإمام، لم حتى المؤلفات قليلة بحقها، حتى الكلمات قليلة بحقها، حتى التعازي لعلها قليلة بحقها، حتى الأسماء الناس، يعني الحسن اسم قليل، يعني الحسين، علي، جعفر، يعني باقر، لعله أكثر من الإمام الحسن، اسم الإمام الحسن. وهذا يعني سببه الحكومات، سببه الكلمات التي في كتب التاريخ، ومن قام بهذا الفعل الدولة الأموية وكذلك الدولة العباسية. الدولة العباسية أيضا لها دور كبير في تشويه صورة الإمام الحسن، وإنه سلم الحكم إلى معاوية. وهذا يعني لو أرادوا الأشخاص يعاتبوا أو يقولوا من سبب الذي جعل الإمام في هذا الموقف، جعل الإمام يهادن، جعل الإمام بهذه الصورة وعنده جيش. وعبيد الله بن العباس وأخو عبد الله بن العباس حبر الأمة هو كسر ظهر الجيش، هو كان قائد جيش الإمام الحسن عليه السلام، وهو أول من بايع للخلافة الإمام الحسن بعد شهادة أمير المؤمنين، لكن هو أول من خذل وأول من خان وأول من أخذ جيش إلى معاوية، هو عبيد الله بن العباس. ولديه ولدين اسمه الحسن والاسماء سماهم الحسن والحسين، قتلهم معاوية بحد قاتله، وحتى زوجته ماتت من الحزن على أولادها لأن ذبحوا أمامها. ولكن كل هذا الحب، كل هذه المأساة، باح عبيد الله بن العباس وذهب إلى أحضان معاوية، وترك الإمام الحسن يواجه مصيره مع هؤلاء الخونة، مجموعة من الخونة إلى أكثر من خائن. ولا بد أن نذكر
شخصية عظيمة. قيس بن سعد بن عباد كان هو فارس، وكان يدافع يعني ببسالة، يعني بقوة، وهو عظيم في مواقفه مع آل البيت، هذا الشخصية العظيمة. لكن كانت يعني الغلبة للمتخاذلين، للخائفين، لأن أشبه هذا الجيش ضعيف، يعني ليس له قدرة أن يواجه جيوش معاوية ودهاء معاوية وإشاعات معاوية وكذب معاوية وأتباع معاوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش في هذه الأجواء، أجواء يعني الإشاعة، أجواء الخيانة، أجواء التعب، أجواء الملل، أجواء الإشاعات الكثيرة التي ملأت الكوفة وحتى بلاد المسلمين جميعا. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا محمد، وعلى أولادك الشهداء مع الإمام الحسين. قدم الإمام الحسن في مقدمة هذه الثورة نفسه الزكية، وفي ثورة الإمام الحسين قدم أولاده القاسم وعبيد الله ابن الحسن صلوات الله وسلامه، عبد الله بن الحسن ومحمد وغيرهم من كل أولاد الإمام الحسن تقريبا استشهدوا في كربلاء، إلا الحسن المثنى والحسن الثاني ابن الإمام الحسن، هذا أصيب، وهو التي منه ذرية الإمام الحسن عليه السلام الآن. سلام الله عليه وعلى ذريته الطاهرة.